لو لسه ما دخلتش الجامعة فخليني أقولك على حاجة مهمة. أول أسبوع في الجامعة مش مجرد تعارف أو حماس مؤقت. أول أسبوع في الجامعة بيحط بذرة شخصيتك في الجامعة. الطريقة اللي هتدخل بيها والنظرة اللي هتديها للناس وطريقتك في التعامل، كل ده هيتبني عليه تصورات عنك ممكن تفضل لحد آخر سنة. طيب خلينا في الأول كده نرتب كلامنا ونقسم الكلام اللي هنتكلم فيه لشوية نقط مهمة كده. أول نقطة معانا، ادخل بنفسك مش بشخصية حد تاني. في ناس أول ما تدخل بتحاول إنها تمشي ورا الناس اللي شكلهم تقيل واللي صوتهم عالي واللي باين عليهم إنهم مسيطرين، وده طبعا أكبر غلط. مش معنى إنك جديد إنك لازم تسيب الناس تعرفك بنفسك. خليك واضح، خليك على طبيعتك بس مش لدرجة العشوائية. يعني اتكلم لما يبقى عندك حاجة تقولها، ما بقى خليك دايما تسمع أكتر ما تتكلم. خليك مهذب في طريقتك واسلوبك وتعاملك مع الناس من غير ما تبقى ضعيف. تاني نقطة مهمة معانا، ابني دايرتك بإيدك. الصحاب مش بيتوزعوا في أول أسبوع، الصحاب بيتكونوا. اختار بعينك مش بعقلك بس. بص على الناس اللي دمها خفيف، محترمة، اللي واضح عندهم هدف، اللي وجودك حواليهم بيحسسك بالراحة مش بالتوتر ولا بالضغط. واوعى اوعى 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 تحس انك لازم تبقى مع ناس علشان ما تبقاش لوحدك. الوحدة اوقات بتكون احسن من وجودك وسط ناس كتيرة قوي غلط. تالت نقطة معانا، المظاهر. في اول اسبوع فخ كبير جدا. هتلاقي دايما، لو هنتكلم عن البنات داخلة بكامل أناقتها، مكياج أوفر ولبس مبهر. ده مش معناه إنها واثقة في نفسها. والولد بقى هتلاقوا صوته عالي وعامل فيها إن هو نجم الشلة وكل الكلام ده. فده مش معناه إنه شخصيته جامدة وإنه فاهم ومقطع السمكة وديلها زي ما بيقولوا. أول أسبوع في الجامعة كله بيكون فيه استعراض. كل واحد فيهم بيبقى داخل الجامعة عاوز يبان أروش واحد في الجامعة، لكن الحياة الجامعية الحقيقية بتبان بعدين. فما تقعش في فخ الانبهار، بص على الجوهر مش الصورة. وسيبك بقى من جو المسلسلات والأفلام بتاع الحياة الجامعية الغريبة دي. رابع نقطة معانا، ابدأ نظم نفسك من بعد أول أسبوع. مش هقولك من أول يوم، ما تقولش بعد أول أسبوع يعدي لسه بدري. طب ليه أنا قلت من بعد أول أسبوع؟ لأن أغلب الدكاترة مش بيحضروا في أول أسبوع. دايما أغلب المحاضرات بتتلغي بسبب عدم الانتظام وبسبب إن هي أغلب الجامعات أو الكليات بتبقى لسه بتظبط مدرجاتها وكل الكلام ده. فخليك روح أول أسبوع اتعرف على المدرج بتاعك والكلية بتاعتك وأماكنها، واتعرف على الجامعة عموما. مش تعرف على الناس، أنا بقول على الجامعة عموما والمكان وكده. من بعد أول أسبوع بقى ابدأ إن أنت نظم نفسك. متقولش لسه بدري، لأن من بعد أول أسبوع ممكن تعرف منه حاجات كتيرة أوي. تتعامل مع أي نوع من الدكاترة، النظام شكله عامل ازاي، هل في جدول واضح ولا لازم نتعب شوية علشان نظبط احنا جدولنا وكل الكلام ده. نوت كبيرة أو صغيرة أو بوك ليك دون فيه كل حاجة، أسماء الدكاترة، مواعيد السكاشن، أي معلومات بتتقال من الدكاترة أنت شايف إنها مهمة وممكن تفيدك بعد كده. وياريت تحضروا أول محاضرة لكل دكتور بتكون عنه، عن شخصيته، عن طريقة الامتحان وكل الكلام ده. في أول محاضرة هتعرفوا هو بيفكر إزاي وأسلوبه في خطة الامتحان بتاعته هتكون عاملة إزاي. ليه أنا قلت النظام؟ لأن أول انطباع عنك إنك منظم بيخلي الناس تحترمك حتى لو مش عارفينك. أخيرا بقى، الجامعة مش مرحلة عابرة، الجامعة هي أول مجتمع مفتوح هتعيش فيه بجد. ومن بعد أول أسبوع هو المقدمة اللي بتختار فيها هتبدأ الرحلة دي إزاي. فابدأ صح، ما تتكلمش كتير، ما تحاولش تبهر اللي حواليك، خليك واعي، خلي عندك قوة ملاحظة، خليك متزن. أخيرا مش لازم تكون حاجة واو وتعمل بروباجندا أول ما تدخل الجامعة، المهم إنك تكون حقيقي. وبس كده، ده كان تالت فيديو معانا من السلسلة الجديدة اللي بدأناها مع بعض. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنت، ولو حابيني برضو أتكلم عن حاجة معينة في الحياة الجامعية اللي انتوا داخلين عليها ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد من الرحلة الجديدة بتاعتنا. وبس كده، سلام عليكم.